أهلا بكم من جديد. لسانك حصانك. مشاهير من الإعلاميين والفنانين اتفتح عليهم النار بسبب زلات اللسان. البداية مع الإعلامي بقى تامر أمين، نتيجة بقى للاتهامات اللي وجهها لأهالي الصعيد والريف المصري بتعمدهم تشغيل الأطفال والبنات. وكان تامر أمين خرج خلال برنامجه المذاع على فضائية النهار ليلقي بوابل من الاتهامات على أهل الريف والصعيد. وقال يعني للأسف الشديد، وأنا بقول الكلام ده وما تزعلوش مني، في الريف وفي الصعيد في نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل، لا ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم. وقتها أصدرت قناة النهار اعتذار لجميع أهالي الصعيد مصر والريف في الوجه البحري بعد كلام تامر أمين، ووصفته بأنه خطأ غير مقصود. الإعلام التاني معانا النهاردة هي المذيعة مفيدة شيحة، بحيث أخطأت في اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أثناء حديثها عن شيوخ مصر القدامى. قالت بدلا من اسم الشيخ قالت اسم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة. وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة CBC: كان زمان عندنا الشيخ عبد الباسط حمودة والشيخ المنشاوي والشيخ الطبلاوي، الأسماء الكبيرة دي كنا بنسمعها، إلا إن المخرج نبهها في سماعة الأذن لتصحح الخطأ قائلة: عبد الباسط عبد الصمد. أنا آسفة، قبل أن تنهار بنوبة من الضحك على الخطأ الذي وقعت فيه. رقم 3 معانا هي الإعلامية ريهام سعيد في أزمة في أغسطس 2019 بعد تعليقاتها المسيئة حول بدانة النساء في مصر. وقتها قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهورها لمدة عام بعد أن أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهم عبء على الدولة وعلى عائلاتهم، مما دفع شبكة الحياة لوقف برنامجها صبايا الخير. وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة تتهمها بإهانة البدينات. رقم 4 معانا هي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتعتبر أكتر فنانة تقع في فخ زلة اللسان وتضطر إن هي تعتذر، وكان آخرها زلة لسان وضعتها في أزمة مع جمهورها في مصر والسعودية بعد أن قالت في إحدى حفلاتها في السعودية: الجو حر قوي، مش كنتوا تقولوا كنت جبت المايو. رقم 5 معانا هي المطربة اللبنانية مريم فارس، اللي تعرضت لهجوم شديد جدا خلال السنوات الماضية من عدد كبير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها بقى في المؤتمر الصحفي لإحدى دورات مهرجان موازين عن سبب عدم إحياء الحفلات بكثافة في مصر. فردت قائلة: صارت متطلباتي تقيلة على مصر. لتخرج بعدها مريم فارس وتعتذر في بيان رسمي: أعتذر من الشعب المصري، فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي تحيا مصر، أعيد وأكررها: تحيا مصر. رقم 6 معانا النهاردة هو المطرب المصري محمود العسيلي، حيث تعرض لزلة لسان جعلته في مرمى نيران السوشيال ميديا بعد طلب معجب التصوير معه في إحدى حفلاته. وكان رد العسيلي عليه: معاك واسطة؟ وبعدين جامد قوي مثلا، يعني انت بس اللي بتحبني والناس دي كلها بتكرهني مثلا. وبعد كده اعتذر وقال ان اللي حصل دوت كان بحسن النية. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.